السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. راجعين بقى النهارده باكله كده مع بعض. بره بتكلفنا 400 جنيه. هنعملوها مع بعض في البيت ب140 جنيه، وتكفي 4 افراد. وهنعيشوا كده الولاد اجواء المحلات، مش هنحرمهم من حاجه طبعا بعد غلو الاسعار اللي بقى بره دوت. خلاص بقى من الصعب حد يعرف يطلب اكل من بره. فيلا بينا نشوف هنعمل مع بعض الاكله ازاي، جديده ومختلفه، وانا واثقه انها تعجبكم. يلا، بس لو اول مره تشوفيني اتمنى تدعميني بلايك وشير واشتراك في قناتي، قناة مطبخ مروة نعيم، عشان يوصلك كل جديد. انا معايا هنا كيلو من الجمبري. جبت الحجم الصغير ده. الحجم مش هيفرق معانا خالص في الوصفة دي، بالعكس كل ما كان اصغر كل ما كان احسن. هنجيب مع بعض كيلو من الجمبري. الوسط ده كان ب80 جنيه. تمام. هنبتدي ان احنا نقشره. هنغسله الاول وبعد كده ان احنا نشيل الراس ونفتح في الظهر عشان نشيل الكيس الرملي ده. لازم نشيل الكيس الرملي ده عشان بيبقى باين في الطعم كده فيه رملة. وعادي ان هو صغير هيتشال معاكي بكل سهولة قدامكم اهوت. هجرب لكم كام واحدة كده، لان هو طبعا بياخد وقت كبير جدا في التنظيف. بفصل الراس الاول وبعد كده ببتدي اجيب القشرة من تحت كده وافتحها، وبعد كده اشد الديل بره، وبكده معايا خلاص اتنضفت. ومن فوق بالسكينة كده هقطع الظهر من فوق زي ما انتم شايفين كده. هشد الكيس الرملي لبره. معلش اللي هو هياخد معانا مجهود شوية في التنظيف بتاعه، بس الأكلة تستاهل كده بكتير. وطبعا الحاجات اللي أنا بشيلها دي طبعا استحالة ارميها. دي هعمل بيها أحلى شوربة جمبري. مفيش حاجة تترمى أبدا. يعني هنجيبوه ب80 وهنطلعه منه شوربة؟ اه طبعا. أمال ايه؟ زي ما انتم شايفين كده، بصوا اسحبه كده واما اشده هو بيتسحب كله معايا. اهم حاجه ان انا افتح الفتحه من فوق من بدايه الجمبريه من فوق. بصوا حتى هوريكم ان الصغيره هتتقشر معايا عادي جدا وبكل سهوله. تمام. بصوا اهي. افتحها برضو. كيس الرمل بكل سهوله بيطلع. انا طبعا طولت عليكم في الحته دي عشان خاطر في ناس ما بتعرفش خالص تطلع كيس الرمل اللي بيبقى في الجمبري. وطبعا بعد ساعه وربع عناء وشقاء مع الجمبري شرطه دي كانت النتيجه، بس النتيجه كانت تستاهل بصراحه. وطلعت القشر زي ما قلت لكم، هغسله كويس وهدخله الفريزر لحد لما مره اعمل اكله سمك. هعمل ان شاء الله احلى شوربه جمبري ان شاء الله، ابقى اصورها لكم. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه بالجمبري القمر بتاعنا ده، ونشوف الطريقه معانا ايه. هنعمل هنا بشاميل خفيف. انا عملته معاكم في كذا فيديو قبل كده، بس برضه اعمله تاني عشان اقولك على التكات اللي تخليه معاكي ما يكلكعش. هنزل هنا معايا ب4 معالق من الدقيق. 4 مش مليانين. 4 معالق كبيرة بس مش مليانة. تمام. هحمرهم في 4 معالق من الزبدة على الزيت. وأول ما ريحتهم الحلوة المتحمصة دي تطلع، هنزل عندي بكيلو من اللبن أو كيلو من السائل. أنا هنا استخدمت كيلو إلا ربع من اللبن عليه ربع كيلو مية. يعني كيلو سائل، كيلو إلا ربع لبن وربع كيلو مية. يبقى كده معايا 4 معالق من الدقيق و4 معالق من الزبدة على الزيت. حمرتهم كويس لحد ما ريحة الدقيق طلعت والدقيق استوى معايا. ونزلت مرة واحدة. لما انزل مرة واحدة باللبن استحالة البشاميل يكتل معايا ابدا. هنزل بقى عندي بالبهارات المفضلة بتاعتي في البشاميل: ملح، فلفل اسمر، رشة جوز الطيب، مكعب مرقة، وورق لورا. دي احلى حاجة بتخلي البشاميل بتاعك زي بره بالظبط. وكان عندي هنا معلقتين قشطه اللي هي وش اللبن، كانت موجوده عندي في الفريزر. طلعتها. لو مش موجوده وعندك جبنه مثلثات او جبنه اللي هي الكيري دي، ولا بلاش عشان دي مقاطعه. لو عندك جبنه مثلثات مفيش مشكله لو حطيتي مثلث او اتنين، بتدي طعم حلو وتست حلو برضو. تمام. هفضل اقلب كده. انا هنا محتاجه البشاميل معايا خفيف عشان كده حطيت 4 معالق من الدقيق بس. مجرد ما البشاميل يغلي معايا ويعمل بكبكه من الجنب كده وفقاقيع كده كده استوى معايا. يلا بقى نخش على المرحله التانية. وطبعا كان معايا ميه على النار عشان انا هسلق هنا مكرونه سباكيتي. وطبعا ما جبتهاش مش مستاهله، ميه وزيت وملح. حاجه هنا في الجمبري، انا قسمته على 4 اجزاء عشان انا هعمله في 4 طواجن. تمام. كل طاجن لوحده. ولازم اقسمه علشان خاطر
كل طعم طاجن ياخد يعني طعم الجمبري بتاعه. معلش متعبة الخطوة دي شوية بس تدي نتيجة رهيبة. هنزل عندي هنا مكعب زبدة، هشوح فيه الجمبري بتاعنا اللي هو الجزء اللي انا خدته هعمل بيه طاجن. والبهارات بتاعتنا هنا كمون وفلفل اسمر وملح على الجمبري. وما نزودش هنا ملح علشان خاطر الجمبري بيبقى فيه سنة حدوقة شوية، وفي نفس الوقت احنا ملحنا البشاميل بتاعنا كويس. وهنزل بفص توم واحد مهروس على كل طاجن، يعني كل جمبري يعني عملت جمبري اللي طارت دي يا جماعه ما تدوروش عليها، ابو العيال اكلها، ما تدوروش خلاص انسوا. فمفيش. انا هنا بقى قسمت المكرونه بتاعتي على الطواجن عشان ابقى عارفه كل طاجن هياخد معايا قد ايه. هنزل معايا هنا بمكعب من الزبده، وهنزل عليه بالكميه بتاعه الطاجن للمكرونه الاسباجيتي بتاعتي. لو عايزه تعملي بالمكرونه اللي هي بتبقى مبططه كده اللي اسمها فلوتشيني او حاجه زي كده برضو بتبقى جميله، هي في المطاعم بتبقى كده برضو. وده برضه ابو العيال يا جماعه بيحب المكرونه البيضاء، محدش ياخد في باله هيصورني ببلاش يعني، لا طبعا لازم يدوق. تمام. ما كان تحت التهديد عشان يصور فكان لازم ياخد شويه مكرونه بيضاء. يلا مش مهم، مش هتفرق، ده ابو العيال لازم ندلعه. يلا حطيت هنا بقى شويه فلفل اسمر ومكعب زبده، وهفضل اقلب. الفكره من ان انا زي ما قلت لكم اقسم الجمبري لكل طاجن لوحده علشان خاطر المكرونه تاخد من طعم الجمبري. طيب لو انا عايزه اعمل طاجن كامل بايركس صينيه او كده هعمل ايه؟ هعمل الكميه كلها على بعضها، كلها على بعضها، الجمبري كله والمكرونه كلها في صينيه كبيره، وبعد كده هنزل بيها في الطاجن. طيب هاجي هنا لكل طاجن باخد كبشتين او مغرفتين من البشاميل اللي انا عملته عندي، واسمع صوت الطشه كده واقعد اقلب جامد لحد لما المكرونه بالوايت صوص بتاعي كله يسخن، لان انا هدخلها الفرن تاخد وش بس، فعايزاها تدخل الفرن معايا وهي سخنه. لو انت حابه تدخليها الفرن من تحت تمام، اما انا بديها وش بس بعد كده، فبتبقى نازله معايا من على النار سخنه. تمام. بالنسبه للطواجن اللي انا اللي انتوا شفتوها كان فيها المكرونه دلوقتي دي، لو انت عندك الطواجن اللي هي الفخار تمام مفيش اي مشكله، انا مش بدهنها ولا اي حاجه. الطاجن بسعر رمزي يا جماعه، ده الطاجن ب2 جنيه، ب2 جنيه ونص بالكتير قوي. بجيبه الاربعه بيكلفوا 10 جنيه بس. بتعيش الولاد اجواء يعني بتاعت محلات من الاخر يعني. تمام. مفيش مشكله يعني لما نفرحهم كده من فتره للتانيه يعني، 10 جنيه مش قصه يعني. اما لو انت عندك الطواجن الفخار برضو تمام، في محلات بتقدم في الطواجن دي، بس انا ما كانش عندي غير 2 بس، فانا بجيب الورق الفويل ده وخلاص، بيبقى استعمال مره واحده وبرميه. خلاص بعد ما عملت كده ما بدهنش زي ما قلت لكم الفويل ولا اي حاجه، نزلت فيه بالمكرونه بالحاجات اللي انا عملتها كلها على بعضها، وبعد كده اديت الوش شويه بشاميل، وبعد كده هنزل بشويه جبنه موتزاريلا عشان اديها احلى وش. وطبعا انا عملت الطواجن التانية. انا وريتكم يعني معايا طاجن واحد بس عشان ما اخدش من وقت الفيديو، واتمنى تكون الفكره وضحت لكم. انا عملت الفكره دي معاكم قبل كده بالبسطرمه، بس قلت ليه ما غيرش الطاجن ده بره في المحل ب100 جنيه، ايه اللي ما يخلينيش افرح الولاد. والله يا جماعه الاربع طواجن كلفوني 140 جنيه. 140 جنيه باسعار دلوقتي، انا جايبه الحاجه دي قبل ما انزل الفيديو بيوم باسعار دلوقتي. تمام. خد ربع جبنه موتزاريلا ب30 جنيه، وكيلو جمبري ب40 جنيه، وكيلو الا ربع لبن ب18 جنيه. تمام. وب10 جنيه مكرونه نص كيلو، وطلع معايا احلى طاجن. بصوا الجمال والدلال والدلع. اتمنى تكوني استفدتي من الفيديو، واتمنى يكون الفيديو عجبك، وتدعي لي دعوه حلوه من قلبك، وتعملي لي لايك وشير واشتراك في قناتي قناه مطبخ مروه نعيم عشان يوصلك مني كل جديد.